أهلا وسهلا متتبعين جريدتي الحوار بريس والحوار الاجتماعي، دائما في مواكبة الحدث والتطلع على الأحداث الاجتماعية، ودائما في مدينة مراكش اللي عندها واحد نمط سياحي ذات أهمية كبرى اللي كيجيو له السواح على مستوى الوطني وعلى مستوى الخارج. إذا باب الخميس عنده واحد التاريخ اللي هو عريق جدا، وعنده واحد التراث تاريخي. استضفوا واحد الشخص اللي هو في الباركين اللي كيعيس على السلعه ديال الناس اللي كيتسوقوا واللي كيلقطوا مثلا 2 درهمات 3 درهمات من القفل او 3 درهمات 5 درهمات من الملابس، عوضا ان القفطان كيتباع بالملايين صحاح، كيتباع ب 10 درهم ب 20 درهم. الكثير ما يقال، ولكن الشخص هو اللي غادي يغني المشاهد. سيدي نعم، كيفاش كانت الوضعيه ديالك قبل ما يوقع هاد المشاكل اللي في السوق؟ الواحد يتعاش كذا يدخل واحد المدخول لا بأس به. مدخول لا بأس به. كانت شويه الحركه يعني مزيانه شي شويه للعموم، ولكن اشنو تبدل في السوق باش اصبحت الوضعيه زيد متأزمه؟ السوق دار حلول بدا داير الدولة دوار الطلب اصبح الكل متشرد، كل شيء متشرد. انت شنو المهنه ديالك في هذا الباركينغ؟ لا، اول حاجه كنت ندير العود اول مره، ومن بعد ما بقى في العود ما بقيت نصور والو، وليت درت كارديان. هاد الناس البسطاء اللي كانوا كيبيعوا في الجوطيه كانوا سخيين وكانوا كيدوروا معاك مزيان. ها هضرنا على هاد الشيء. ومن العيد الكبير لهاد الجيب ما باقي اغلبيه الناس خلات سلعتها وما باقي صور حتى والو. من الناحيه النفسيه كيفاش كتحس دابا؟ الله اللي مطلع على كل شيء. يعني تمشكلت؟ كاين الوليدات كاين الدراري؟ كاين الوليدات كاين العائلات. اش كتقول للناس لهاد السوق ديال باب الخميس؟ اش كتقول لهم؟ واش يخليوكم هنا السوق؟ ميساج رساله. اش كتقول لهم؟ واش يخليوكم هنا السوق ويعاودوا اعاده الترميم، ولا انه يتبدل؟ يخليو السوق وفي نفس الوقت اعاده الترميم. اعاده الترميم لان كيعتبر هو المصدر الرزق ديالكم. الرزق ديال الجميع. كل شيء الرزق ديال الجميع. ديال الجميع. الساكنه راهي في نفس الوقت متضرره من هذا الترحيل ديال هذا السوق. يعني متضررين بزاف اقصى درجه. الجوطيه ديال باب الخميس شنو كتمثل لك بالنسبه لي؟ يعني كتلقى راحتك فيها؟ بطبيعه الحال. سنين هي الدورة ماشي قديمة جدا. شحال تقريبا من سنة سي بجلال؟ تقريبا 20 سنة. 20 سنة تقريبا. يعني كتستقطب الأجانب والزوار ديال المملكة المغربية. نعم. شكرا السي عبد الجليل، والرأي ديالك حول الجوطية ديال باب الخميس. تضيف عليا السيدي ديال باب الخميس كان الناس عايشين فيها بخير وعلى خير. كنت نيت انا خدام نيت هنايا وليت مشيت للبلدان ما بقيت نخدم فيها، ما بقى ما يدار فيها. ما يدار فيها على مصور. كنت تصور من طريف الخبز؟ كنا تنصوروا من طريف الخبز بداو فيها شي ديال البني صافي بقينا تنصوروا وليت مشيت انا نخدم اخرى. دابا الا ترمم الخميس وبقاو الناس ديال الجوطيه كيبيعوا الدرجه عاود هنا في الخميس. نعاودوا نرجعوا نخدموا ثاني ولا ترجع الحاله كي كانت. شنو كتمنى من السوق باب الخميس؟ تنتمناو يردوا السوق كي كان. ما عندناش فين نمشيو من غير الخميس، لان عنده واحد التاريخ. عنده تاريخ هذاك اباء عن جد. كانت الناس عايشه بخير وعلى خير، دابا الناس مكرسه بزاف كلشي تيشتكي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.